بما يخص زيارتي لدولة تونس على رأس وفد، وهو حضور اجتماع وزراء الداخلية العرب، الاجتماع الاعتيادي هذا. عندما تمت الزيارة، طبعا أنا معروف علي بين الوزراء ولا قبل أن أكون وزير، أنا راجل نتنقل كشخص عادي عندما لا تكون مهمة مكلف بها من قبل الدولة الليبية. أنا كنت في تونس في مهمة رسمية، تميت مهمتي، كانت المهمة من السيد الرئيس 3 أيام و5 أيام. توجهت إلى دولة فرنسا، إلى باريس في يوم 2 مارس الساعة 5 العشية. مشيت في رحلة عادية، طلعت من مطار تونس من المطار العادي، لأن ماشي في رحلة عادية جدا، وهذا مش عيب طبعا. نقدر كنت كوزير أني نكلم السفارة الليبية في تونس، وأني ناخذ طائرة خاصة من الحكومة وندير وفد، ندير هيلولة كبيرة، وهذا احنا ماناش بابا، لا أخلاقنا ولا عاداتنا تجيب لنا الأمور هذه، وأن بنكلف الدولة الليبية مصاريف. وزير ماشي مسافر زيارة خاصة يكلف الدولة، هذا الأمور احنا ما طبعا السيد الرئيس وزراء في الكلام هذا مضبوط. مشيت لباريس، نزلت في مطار شارل دي جول كمواطن عادي جدا، ركبت في الخطوط الفرنسية، نزلت بتذكرة خاصة حجزتها على حسابي الخاص، نزلت في مطار باريس، خذيت حقيبتي عادي جدا كأي مسافر مواطن عادي. وصلت إلى الجمارك الفرنسية. طبعا متعودين لما نمشي لتونس كليبيين أو لمصر ما رفع مبلغ فوق ال 5000، لأن أنا بتسجل، لو ما سجلتهاش احنا في دولة تونس طبعا الليبيين محتكين من الكلام هذا. كان عندي مبلغ من المال هو 20,000 يورو، واعتقد 200 دولار و350 يورو كانوا من فئة ال 10 يورو. وقفت على الشرطي، سالته قلت له هل فيه مكان يبيع في الشفرات؟ انا قال لي فيه مكان موجود. قلت له عندي مبلغ من المال، هل نسجله ولا؟ قال لي هل عندك ورقه من تونس؟ قلت له باب عندي، هذه الورقه طلبها من تونس. خدها مني المبلغ حقيقه، ودلي ورقه رسميه ب 20,000 يورو اللي دخلت بهم لباريس. دخلت المطار، اعطاني ورقه في خلال 3 4 دقائق، خذيت شفره وخذيت تاكسي عاديه جدا، وطلع زي مواطن عادي. واوروبا طبعا امنه، هي سواء كنت وزير ولا مسؤول. حتى السيد الرئيس لما يسافر في زياره خاصه يمشي في طياره عاديه مرات وينزل عادي، مش حاجه كبيره. واحنا في ليبيا هنا نديروا في حراسات وهيلوله، والبرا نحفز بالتانا في المطارات لحظه بس. فلهذا هي مش عيب واحد يمشي بطريقه عاديه، حاجه عاديه هذه. بت في باريس ليله، ثاني يوم كان عندي العائله طلعت من تركيا، كان عندي موعد في المستشفى الامريكي. تم الموعد من الساعه 11 ل 11 ونص او 2 الواحد. بعد الموعد تغديت في مطعم، الساعه 4 توجهت. ثاني يوم 3 مارس توجهت الى مطار باريس شارل دي جول، ومشيت لتركيا في ثاني يوم. السفره كلها 24 ساعه. في الفتره هذه طلعوا بعض المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي، وطبعا باش نتكلم عليهم، في اشخاص طبعا مديرين صفحات ويسترزقوا منها ويشتموا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وفي الشمال، لا خلوا في براي، لا خلوا الفاتح، ولا خلوا كرامه، ولا خلوا بركان، كيف يستفيد. انا طبعا مش حنتكلم، انا مع احترام لبعض الساده الوزراء واللي بين يسمعوا فيا، في ناس من سفهاء القوم رد عليهم خطا. ولكن تفاجات باحد الصحفيين كمال المرعشي طلع على القناه العربيه وتكلم باثباتات وكلام واقع، وفي محاكمه وفي 500,000 يورو. انا ما اعتقدش ان في الوقت هذا ما يقدرش واحد يحول مبلغ لاي دوله بدون ما يعرف معه. في طرق تحويل، سواء عن طريق الصرافه في المصارف او مكاتب الصرافه. ومبلغ 500,000 يورو يا جماعه راهو لازم تصوروه كيف شكله وكيف ماشي به. هذا شيء. وصلت طبعا، كنت في اسطنبول في زياره عائليه، ما قدرش نتكلم طبعا، من العيب واحد يتكلم وفي دوله اخرى. الحقيقه وصلت لليبيا وهو صادف اليوم. اتصلت امس بالسيد كمال المرعشي الصحفي هذا، طلعت اتكلم ووجهت له كلام واضح، وقلت له انت على اي اساس استندت على الكلام هذا؟ بعد 54 دقيقه انا وياه مكالمه مطوله، دخل في عده محاور صعبه نشرحها في الوقت القصير هذا. ولكن اللي يخصني قلت له، قال انت شخصيه عامه تحمل النقد. قلت له انا راجل في النهايه شخصيه عامه صحيح، ولكن عندي عائله وعندي صغار وعندي ناس وعمام وخوال. راهو الاتهام هذا اتهام راهو مش سهل. قال لو استندت على بعض المصادر، بعد تاكد من المصادر هنا وتاكد من الكلام، الراجل تاسف الحقيقه. قالنا حنطلع في قناه العربيه الاسبوع القادم وحنوضح الوضع اللي صار ومصادري. قالنا مصادر السفاره الليبيه في باريس وبعض المصادر الفرنسيه. قلت له انت في دوله القانون، فرنسا من دوله عظمى انت، وانت ليبي،
من العيب ان وزير ليبي سواء انت مختلف مع الحكومه او مش مختلف انك تتكلم على الوزير بالطريقه هذه. انت راجل متعلم وراجل مثقف ومن الصحفيين المعروفين في على الصعيد الاعلامي، فلهذا انا استخدم الموضوع. لحظه بس. لا غير سيد بارك الله فيك، وهذا التوضيح اعتقد كافي، ولكن احنا عندنا ملاحظتين. انا شخصيا عندي ملاحظتين. الملاحظه الاولى، هذه جزء من المعركه، انت راجل تو اليوم مسؤول ووزير داخليه وفي اهم وزاره من الوزارات، ويفترض انك تطلع، وكيف ما تو طلعت وحتطلع غدوه وبعد غدوه توضح للناس بدون زيف، بدون يعني ما حكيتش انا وياك ولا شفتك قبل بعد ما جيت الا اليوم تو قدامي في هالموضوع هذا. ولكن انا دائما نحب ان الانسان الهجمه في الكذب حشاكم في كل مكان، لكن حتى 20,000 يورو كوزير تكركرن ولا وجدات راحه ما تعلقش لكن بنقول لك في طبعا نقطة ست رئيس في بطاقات تو العالم تو تطور بدل الكاش، ما عادش يرفعوا بالكاش، حتى 1000 يورو ما عادش يرفعوا فيه الكاش. لحظة ست رئيس. لكن غير اسمعني احنا طبعا في ليبيا الكاش هو متعودين عليه، حتى في ليبيا داخله وعندنا البطاقات وهذا مازال، لكن على كل الاحوال هو توضيح مهم للحكومه ولك انت وللليبيين، واللي بيكذب راهو مردود عليه، وفي النهايه بكل راهو ما فيش فلان والله علان، انا ما يهمنيش، لا انا بنقفل، لا الموضوع هذا بنقفل، لا غير اسمعني، هذا يقفل الموضوع. رئيس لحظه دكتوره وفاء، لا والله معلش قفلنا الله يرحم والديك. لا والله ولا لا اسمع لا كويسه هو تحكي على 20,000 لا 20,000 ايوه، ما 20,000 واجدين يشوف فيها كاش. لا لحظه انا 100,000 كركرفين في عليه. لا غير سيدة وفاء بالله عليك يا النقطة بس بسيطة بس. لا غير اسمعني النقطة بس، لا حقي عاد بنوضح معلش غير اسمعني واضح طرح أول موضوع. لا أنت وضحت التوضيح محتاج لأنت ومحتاجين لزملائك، احنا كحكومة محتاجين أن ندافع عليك وفي في الحق ونلوموا عليك في الباطل. هذا غير اسمعني، احنا فرحتنا يا فرحتنا لأن الموضوع حتى احنا صدقناه في السوشيال ميديا. اولا سياده الرئيس توضيح لساده الزملاء، هو طبعا ال10,000 يورو مش لي انا، لشخص جريح في فرنسا، وصلني واحد من الزنتان في شخص جريح في فرنسا بيوصلهم لنا، وانا كنت في تونس طبعا مدوم لي في تونس. ما اديروا كل اصحابك انت. لحظه بس، شخص جريح من 2011 والمبلغ هذا لمنه له، وال10,000 هذه مهمتي انا كوزير ولا كذا. لحظه بس دقيقه بس، لكن انا العيب يعني ان مبدا الكلام غير اسمعني، انا قصرت عليك الكلام. في اللي ممكن يشعر فيها ان هي جريحه وواحد فيها مزايده شويه، لكن اطلع منها انت. ليش مزايده؟ احنا كنا مقاتلين. اسمعني، انا اقول لك اللي يفسروا اللي قالوه عليك وطلعوا عليك الدعايه هذين بيستغلوها مره ثانيه. هي قصه في الحكومه راه انا اللي كلموني قال لي دوره في الحكومه وقفنا الموضوع. احنا انت تهمنا ووضحت لنا وبارك الله فيك، ونشكرك على شجاعتك وخروجك وتكلمك في هالموضوع، وهذا حق الليبيين علينا ان احنا نوضحوا الموضوع. ويا سيدي حتى كانوا في خطا والله في حاجه بنطلع بنقول احنا خطا، نقول لك ما فيش داعي، مش كل شيء نديروا فيه صح. صحيح. الخطا نعتذر عليه. يعني نشكر بارك الله فيك السيده اسمها هي الطشاني ولا لا، عواطف الطشاني، وخطأ صار حتى في ليبيا الوطنية، واعتذرت وخرجت قالت أنا آسف وأني أتحمل جميع مسؤولياتي، وهذا خطأ غير مقصود. حتى أنت غير احنا ترد بالك ارفع الكارت نتاعك سيادة الرئيس هذه مش غلط. لا قلت لك أنا 20,000 500 بس من العيب الكلام هذا. قلت لك حتى ولو أنه خطأ. لا غلط نقول غلط. أيوة بارك الله فيك. تفضل يا سيدة وفاء.